السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد من طبق المنى. النهاردة هنعمل مع بعض الخبز في البيت بديل التوست بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. دلوقتي أنا جبت بولة وحطيت فيها كوباية مية دافية، وهضيف عليها كوباية لبن دافية، وكمان هحط كيس خميرة فورية بما يعادل 100 جرام، وربع كوباية زيت، أي زيت نباتي عندنا. كل المكونات السائلة انا حطيتها فوق بعض وهقلبها دلوقتي. طبعا انا ضفت الخميرة علشان انا متأكدة ان الخميرة بتاعتي شغالة وكويسة. دلوقتي انا هضيف الدقيق. دي اول كوباية انا حطيتها، مش هضيف الدقيق مرة واحدة. دي ربع معلقة صغيرة ملح. بضيف كوباية يا جماعة واقلب كويس. دي تاني كوباية. طبعا الدقيق انا نخلاه الاول، مينفعش احط الدقيق من غير ما انخله. دي تالت كوباية. نضيف شوية بشوية لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. دي ربع كوباية. الكوباية الخامسة انا هسيبها واضيفها لو لقيت العجين محتاج. همزج طبعا المكونات مع بعضها كويس. طبعا دلوقتي انا هقلب بايدي، اللي عنده عجان يشتغل بيها. دي الكوباية الخامسة يا جماعة. انا بضيف برضو، ما ضفتهاش كلها، شوية شوية لغاية ما احصل على القوام المطلوب. كده انا حسيت ان لسه العجين محتاج دقيق، حطيت شوية صغيرين. اشرب بقى الدقيق ده كله. طبعا انا بحب اعجن على الترابيزة بتاعتي او الرخامة، لان اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا ديت ان احنا نعجن كويس. بصوا، دي بقية الكوباية الخامسة انا ضفتها. نفضل بقى نعجن في العجين ده مش اقل من 10 دقايق. انا بس بليت ايدي معلقة صغيرة من الزيت علشان الم العجين كله كويس. كل ما نخدم العجين كويس هتطلع معانا نتيجة كويسة في الاخر. كده انا خلاص خلصت. جبت بولة تانية نضيفة. بصوا بقى العجينة بقت ناعمة معايا ازاي. حطيتها في البولة او في الطبق. هغطيها بقى واحطها في مكان دافي لمدة نص ساعة او على حسب الجو بتاعنا. الجو اليومين دول حر، اخدت مني حوالي نص ساعة. بصوا خمرت ازاي وجميلة جدا العجينة بتاعتنا. شايفين؟ بنختبر الخمر بتاعها. دلوقتي انا هشيلها من الطبق وهبدأ ان انا اشكلها. لميت كده العجينة، حطيتها على الرخامة تاني وهقطعها. انتوا بقى اعملوا احجام العيش اللي يناسبكم، عايزينه كبير عايزينه صغير، دي حاجة ترجع لكم بتاعتكم. انا هوريكم دلوقتي انا عملت لي كام رغيف وهقطعها ازاي زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. انا هعمل ارغفة صغيرة وهعمل 2 كبار. هوريكم دلوقتي طريقة التشكيل. كور العجينة. بصوا العجينة معايا ناعمة وجميلة جدا ازاي، علشان اتخدمت واتعجنت كويس. دلوقتي انا هوريكم اول رغيف انا هعمله ازاي. هنفرد العجينة، هي مش محتاجة اي حاجة، بتتبطط معانا بسهولة. بصوا اهم حاجة ان احنا نلفها كويس، ومعلش لو لزقت منكم شوية مش مشكلة. ده بيقول لنا ان العجينة ان شاء الله او الخبز هيطلع معانا هش جدا. بصوا نفضل نلفها على بعضها كده علشان العيش بتاعنا في الاخر يطلع هش مش مكتوم. وطبعا الطرف اللي احنا بنلف منه ده هيبقى تحت في الصينية لما نحطه. بصوا اقفل عليها لازم كويس كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا جبت صينيه او صاج، اي حاجه موجوده عندكم. هندهنها بماده دهنيه، انا دهنها زيت بالفرشه كده، حاجه بسيطه. بصوا دي اول رغيف انا حطيته، عملته على قد مقاس الصينيه بتاعتي.
ده تاني واحد انا هعمله. قلتلكوا انا ايه، هعمل 2 كبار، هوريكوا ده برضو. بصوا نفضل نلف فيه كده ونتأكد ان هو بيقفل كويس. خلاص كده هنلمه على بعض الرغيف. بصوا نقفل ايه زي ما وريتكم، الجزء اللي احنا بنقفل منه يبقى موجود على تحت. ده تاني واحد عملته اكبر شوية. نسويه طبعا، وكده غطيتهم بفوطة نظيفة من فوطة المطبخ، واسيبه في مكان لان لازم يخمر، لازم الحاجة تخمر مرتين. ده بقى طبعا انا قطعتهم ارغفة صغيرة، هعملها بنفس الطريقة برضو. طبعا اعملوا الحجم اللي انتوا عاوزينه. مش بدهن زيت ولا اي حاجة لان العجينة مرتاحة معايا وبتتبطط بكل سهولة. بصوا العيش دي رغيف صغنن، ممكن نعمل ميني، اعمله اصغر كمان لو انتوا حابين. طريقة اللف سهلة وما بياخدش وقت خالص، ومكونات كلها موجودة في البيت. بصوا انا كده خلصت الكمية. بجيب اي سكينة اقطع بس او اعمل فيه فتحات صغيرة من فوق علشان يدينا شكل جمالي، وممكن نسيبه زي ما هو كده. بصوا نعمل بالراحة علشان ما نضيعش الخمر بتاعه. جبت صفار بيضة وحطيت عليه حوالي معلقتين لبن كبار، لبن سايب، وشوية فانيليا سايلة صغيرين. ممكن ان احنا اللي عاوز مش حابب البيض ممكن يدهن بلبن بس. هقلبهم مع بعض. بصوا العيش ارتفع معايا ازاي. دلوقتي يا جماعة انا بدهن طبعا العيش بالبيض واللبن اللي انا عملته والفانيليا. ندهن طبعا على الخفيف كده علشان ما نضيعش الخمر بتاع العيش. هرش سمسم عليه دلوقتي، ممكن نرش حبة البركة لو حابين. كل الحبوب دي طبعا حاجة مغذية وكويسة جدا. الفرن طبعا نكون مشغلينه على 200 درجة، او لو هنكبس الفرن كهربائي هيبقى شغال من فوق ومن تحت. دول الرغيفين يا جماعة الكبار اللي انا كنت عاملاهم، برضو هندهنهم. بص العيش خمران وجميل جدا ازاي. هرش عليهم سمسم برضو. ودلوقتي هدخلهم الفرن. بصوا العيش بقى لما طلع سبته برد شوية، حاجة كده جميلة ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم بإذن الله. نعمل بقى نحشيه ساندويتش زي ما انتوا حابين، تحط للاولاد في المدرسه في اللانش بوكس بتاعهم. بصوا هش وخفيف ازاي. وممكن الباقي لو اتبقى مننا بنحفظه في كيس في التلاجة في الفريزر. بصوا عمل لي كميه جميله جدا ازاي. بصوا العيش هش. ان شاء الله تجربوه هيعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك او سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. السلام عليكم ورحمه الله.